والأمن وذوي الملابس المدنية يقومون بغارات ليلية على منازل المواطنين والاعتداء عليهم، لأنهم يطلقون في الليالي صيحات التكبير للتعبير عن احتجاجهم. وقدم عدد من أساتذة الجامعات استقالات عبروا فيها عن الاحتجاج الشديد بسبب الاعتداء على السكن الجامعي. وقالت نشرة إخبارية لجامعة أمير كبير في طهران إن طلابا تم خطفهم والاعتداء عليهم في سجن يقع في قبو داخل وزارة الداخلية. وطلبت السلطات من الطلاب القادمين إلى جامعاتهم من مدن أخرى العودة إلى أن يحين موعد الامتحانات، وحملتهم مسؤولية ما يتعرضون له إذا لم يفعلوا. أزمة مستمرة، وطهران ومدن أخرى تعيش احتجاجات متواصلة، والجميع بانتظار يوم الجمعة، مصلى طهران وما سيقوله الولي الفقيه. صور كان بإمكانها أن تكون طي الكتمان، لكن هؤلاء وجدوا في هواتفهم ضالتهم لنقل واقع الحال في إيران إلى العالمية. تلك الصور وجدت طريقها خارج إيران بعد أن تم تسريبها عبر الإنترنت ضمن حملة تحد للحظر المفروض على الإعلام، فباتت مادة دسمة تتناقلها جميع وسائل الإعلام الأجنبية وحتى الإيرانية. ولم تعد التغطية الإعلامية لتطورات الأحداث في إيران مقتصرة على ما يبثه التلفزيون الإيراني، فمشاهد تخريب جامعة طهران والتي أودت بحياة 4 طلاب على أيدي قوات البسيج أثارت صخبا واسعا بعد أن صورت بهاتف النقال وسربت عبر الإنترنت، ما دفع بوزير الداخلية الإيراني إلى الأمر بإجراء تحقيق في ذلك الهجوم. كما تسببت صور مماثلة لأفراد من البسيج استخدموا عصيا وقضبانا حديدية وأحيانا أسلحة نارية لمهاجمة المتظاهرين قبل وصول قوات الأمن إلى إثارة حافظة الرئيس السابق محمد خاتمي الذي توجه بكتاب احتجاج إلى مجلس الأمن القومي. هذا ويتوعد أنصار زعيم المعارضة مير حسين موسوي بأن تتشح صورهم هذه المرة بالسواد حزنا على ضحايا الاشتباكات في حداد